إياك تعمل الأخطاء دي وبالذات في مجال الطباعة. تفتكر لو قدمت التصميم بالشكل ده العميل هيوافق عليه؟ ولو خليته كده، ها، غيرت رأيك؟ لو غيرت رأيك فعلا يبقى الفيديو ده معمول ليك، لأن هعرفك الخطوات اللي مشيت عليها، غير كده هعرفك الأخطاء اللي أنا كنت بقع فيها عشان تقدر تتجنبها. من غير كلام كتير أنا رتبت الفيديو ده على 4 فقرات تقدر تقدم من المرحلة اللي أنت محتاج تعرفها من التايم لاين أو من الديسكريبشن تحت. وهقول في أول فقرة معانا شوية مبادئ من مهم تكون عارفها. تاني فقرة هقول فيها المراحل اللي بنعدي عليها في المطبوعات بشكل عام، غير كده الأخطاء اللي من المهم تكون عارفها عشان تقدر تتجنبها. وهنطبق المراحل دي في الفقرة رقم 3. رابع فقرة هتكون كويك أوفر فيو للفيديو. خليني أقول لك، أنت لو مشوفتش الفيديو اللي فات هيكون فايتك كتير جدا، لأن اتكلمنا فيه عن ازاي تشد الانتباه، وده هنحتاجه في فيديو النهارده. خلينا ندخل في المبادئ اللي من المهم انت كجرافيك ديزاينر تكون عارفها. خليك عارف الفرق ما بين التصميم السي ام واي كي والار جي بي، ان الفرق ما بينهم مهم جدا. لو عملتها ار جي بي كده هتعمل تصميم رقمي، ولو عملت سي ام واي كي كده هتعمل تصميم للطباعه. الدي بي اي ريزوليوشن لو هتعملها للطباعه فهتخليها دي بي اي 300، اقل من كده هتطلع مشوشه معاك، لو عملتها اكتر من كده ملهاش فايده. ولو هتعملها للتصميمات الرقميه فهتخليها 72 او 120 مش هتفرق. بليد اند سيفتي اريا دي المنطقه اللي ماكينه الطباعه بتعمل لها كات وهي بتطبع. فاي ماكينه طباعه في الدنيا بتعمل كات الاطراف اي تصميم، فمن المهم جدا تبقى عارف ازاي تعمل سيفتي اريا في التصميم بتاعك، علشان كده انا شرحته بالتفصيل في الشرح العملي. برينتر تايب او نوع مكنه الطباعه، فمن المهم تبقى عارف التصميم بتاعك هيتبع على انهي مكنه من دول. معاك الديجيتال دي بتعمل كميات قليله في وقت قليل، والاوفيس دي بتعمل كميات كبيره بجوده عاليه، السكرين دي بتعمل تيشيرتات وهدايا، والسليبت او الفليكس بتعمل يافطات والبنرات. وبعد ما عرفت المبادئ دي، خلينا بقى نروح على المراحل اللي بنعدي عليها واحنا شغالين في تصميمات الطباعة. هنعدي على 4 مراحل. أولهم مقاس التصميم. المقاس هو حجم الورقة أو المنتج النهائي اللي هيتبع عليه التصميم، يعني طول وارتفاع التصميم بالوحدات اللي هي المليمتر والسنتيمتر والإنش. فكل منتج مطبوع عليه مقاس معين، يعني عندك البروشارات، الإعلانات، الأوراق والكروت، كل حاجة من دول لها مقاس معين لوحدها. تقول لي طب ليه المقاس مهم؟ هقول لك لأن هو اللي بيحدد حجم التصميم النهائي، ولو المقاس غلط ممكن يطلع تصميم مقطوع منه حتة معينة، والحتة دي ممكن تطلع مهمة جدا في التصميم. فخلينا نعرف المقاسات الأدق في الطباعة. يعني عندك المقاس ال A4 أو 210 في 297 ملم، ده بنستخدمه في الأوراق أو البروشارات أو المستندات. وعندك ال A5 دي بتكون 148 في 210، ودي بتبقى غالبا نص ورقة ال A4. دي بنستخدمها في النشرات أو الكتب الصغيرة، ودي عبارة عن صفحات مطبوعة أو متدبسة مع بعض، وغالبا بنستخدمها في الدعاية أو الشرح. وعندك ال A3 اللي عبارة عن 297 في 420، دي بنستخدمها في البوسترات الكبيرة أو لوحات العرض. وعندك المقاس 9 سنتي في 5 سنتي، دي بنستخدمها في كروت الأفراح أو دعوات أو أي حاجة من الحاجات الصغيرة دي. وما تنساش تضيف حوالي 3 مللي من كل جنب في التصميم، ده اللي احنا بنسميه في الشغل بتاعنا بليد. والهدف من البليد او المساحة الاضافية ان المطبعة لما تيجي تعمل قط للحواف بتاعة التصميم ما تعملش قط لحاجات مهمة، وده اللي احنا نشرحه في الجزء العملي، فمن المهم جدا تتفرج عليه. وبعد ما عرفنا مقاس تصميم الطباعة، خلينا نروح لنقطة مهمة جدا معانا وهي الكلر. عندك الطباعة بشكل عام ما ينفعش تستخدم فيها أي لون بالحب كده، لأن قبل ما تبدأ أي شغل الطباعة لازم تبقى فاهم إن اللون اللي بتشوفه على الشاشة مش هو نفس اللون اللي بتشوفه على الورق. ولو استخدمت لون غلط فالتصميم بتاعك هيطلع مطفي أو مشوه. دي ألوان لازم تتجنبها في تصميم الطباعة بتاعك. عندك ألوان النيون كلها، زي الأخضر النيون أو الأصفر النيون أو الورد النيون. الألوان دي بتكون في التصميمات الرقمية بيكون شكلها جبار، ولكن لو فكرت تطبعها هتكون معاك باهتة ومش احترافية بربع جنيه. واللي بيخلي الألوان دي مش احترافية وبتطلع باهتة معاك هو إن مفيش حبر بينور، علشان كده مكنة الطباعة بتحاول تقلد النيون فبتطلعه باهت جدا. دي أكواد الألوان اللي قلنا عليها. اللون التاني اللي من المهم تتجنبه هو اللون الأزرق السماوي الفاتح. اللون ده بعد الطباعة بيقلب رمادي، وده الكود بتاعه. واللون الأحمر الفاقع ده من المهم تتجنبه، لأن الأحمر اللي نوره عالي دايما بيطلع غامق، وده الكود بتاعه. والألوان اللي برشح لك تستخدمها في المطبوعات هي البلاك اللي بالكود ده، والريد اللي بالكود ده، والبلو اللي بالكود ده، واليلو اللي بالكود ده، والسكاي بلو اللي بالكود ده، والجراي اللي بالكود ده، والجرين اللي بالكود ده. خلي بالك ان اللون الابيض مش لون اساسي في الطباعه، لان المكنه ما بتطلعش حبر ابيض، فلو الورقه لونها ابيض فبيطلع عادي من غير اي حبر. ولو استخدمت اللون الابيض في التصميم بتاعك فكده هتحتاج مكنه الالترا فايوليت عشان تقدر تطبعه، والاختصار بتاعها اليو في. والنوع ده نوع متطور جدا عن بقيه مكن الطباعه، لانه بيستخدم تقنيه الاشعه فوق البنفسجيه، وده اللي بيميزه عن بقيه المكن التاني. ومن المميزات اللي فيها انها بتطلع الوان واضحه جدا، غير كده انها بتطبع على اي سطح تقريبا، سواء كان ورق او خشب او معدن او غيره. غير كده المكنه دي بتدي لمعه، او الاضاءه اللي في قلب التصميم هي اللي بتعملها. من المهم جدا تبقى عارف نوع المكنه اللي العميل هيطبع بيها التصميم اللي انت هتعمله عشان تقدر تستخدم اللون الصح.
بعد كده نروح في الجزء التالت معانا في تصميمات الطباعة وهو الخط. الخط من العناصر مهمة جدا معانا، فعشان تستخدم خط في المطبوعات وتضمن انه يكون واضح بعد الطباعة فلازم تكون دافع عشان تستخدم الخطوط دي. خطوط زي ايفينير ارابيك او GESS يونيك او 2 دي خطوط عربية مدفوعة. لو انت معاك من لازم تكون شاريها. ومعاك خط زي ايفينير نيكست او برودة من اشهر الخطوط الاجنبية، وشركة زي ابل او نايك ما بيستخدموش غيره. لا يا سيف، سيبك من الخطوط المدفوعة وخلينا في الخطوط المجانية دلوقتي. تمام، معاك خط زي كايرو، ده من أهم الخطوط العربية المجانية اللي بنستخدمها في المطبوعات، وخط زي بوبنز أو منشورات بنستخدمها في المطبوعات الأجنبية. الخطوط دي بتبقى واضحة جدا وبتوصل الرسالة بشكل مباشر. في حاجة مهمة جدا قبل ما تسلم الشغل بتاعك للعميل، هي إنك لازم تقفل الخط. الخطوة دي مهمة جدا لأن الخطوة دي هي اللي بتخلي المطبعة لو ما عندهاش الخط اللي أنت عملت بالتصميم تقدر تغيره تلقائي لأي خط تاني. فمن المهم تحول الخط بتاعك لأوتولاين، وده هنعرفه في الشرح العملي. خلينا نتكلم دلوقتي عن الريزوليوشن او الدقة. ومعنى الريزوليوشن هنا هي عدد النقاط في كل انش من الامج. والفرق بين الريزوليوشن في التصميمات الرقمية وتصميمات الطباعة هي ان التصميمات الرقمية بنستخدم فيها DPI 72 او 120 عشان الصورة تبقى خفيفة وسريعة للعرض، انما في الطباعة بنستخدم DPI 300 عشان الصورة تبقى واضحة جدا لما تيجي تطبع. معنى كده لما تفتح ملف جديد على فوتوشوب بتختار المقاس بالمليمتر او سنتيمتر وتثبت الريزوليوشن على 300 DPI عشان يطلع معاك بنفس الجودة بعد الطباعة. وانا باكد على النقطه دي تحديدا لتاني مره عشان في ناس كتير جدا بيفتكروش يعملوها. خليني اقول لك بقى دلوقتي ازاي تجيب صور وخامات وايقونات وخلفيات تستخدمها بجوده عاليه جدا في الطباعه، عشان ما ينفعش تستخدم اي صوره كده والسلام. اول موقع معانا هو بيكسباي، دي بتجيب منه صور وفيكتورات وايقونات مجانيه بالكامل. وموقع انس بلاش دي بتجيب منه صور فخمه جدا مناسبه للبروشارات والكروت. موقع فريباك ده موقع مهم جدا لانك بتجيب منه ملفات الفيكتور، ولكن لازم تخلي بالك عشان في ملفات مدفوعه وملفات مجانيه. انما موقع فري فيكتور ده تقريبا كل الملفات الفيكتور اللي فيه مجانيه وبجوده عاليه كمان. واكيد مش هننسى موقع بيكسل لان فيه صور واقعيه بجوده عاليه جدا بتعدي 3000 بكسل. المواقع اللي انا قلتها دي ما فيش اي مصمم جرافيكي يقدر يستغنى عنها. هتلاقي لينكات المواقع دي في الديسكريبشن تحت. تمام يا سيف، دلوقتي احنا جبنا الصور والايقونات من الموقع دي، ازاي بقى نتاكد اذا كانت العناصر دي تنفع للطباعه ولا لا؟ اسمع، ادام انت جبت الصور والايقونات من الموقع دي فتقريبا جودتها هتكون عاليه، ولكن عشان تتاكد اكتر فده انا شرحته في الجزء العملي، فتابع الشرح عشان تفهم اكتر. خلينا نقول حاجتين مهمين جدا قبل ما ندخل في الشرح العملي. واحد، اوعى تكتر من التفاصيل. انك تستخدم مؤثرات كتير في تصميم RGB فده عادي جدا، لكن الموضوع مختلف في المطبوعات. فكل ما تكتر من الشادة او الاوباسيتي او الجريدينت كل ما المطبعة بتفقد تفاصيل اكتر وبيطلع مش احترافي اكتر. فالحل انك تخلي التصميم سيمبل اكتر وما فيهوش شغل كتير. اتنين، انك ترتب الشغل بتاعك. طبيعي اي حد بيشتغل بشكل عشوائي جدا، والنتيجة وقت التعديل او الطباعة بيحصل لخبطة في الشغل. كل ما تكون مرتب اكتر كل ما يسهل الشغل عليك وعلى اللي هيكمل بعدك. ويلا بينا ندخل على الشرح العملي. خلينا متفقين على النقطة اللي فاتت اللي هي مش هنكتر من التفاصيل وفي نفس الوقت ننقل الرسالة المطلوبة للمشاهد. أول حاجة هنعملها معانا المقاس هيكون 3500 في 4500 والريزوليوشن هيكون 300. تاني حاجة هنعملها اللي هي هنجيب أفكار للشغل بتاعنا، والأفكار دي هنجيبها من بنترست. وأنا عن نفسي دلوقتي هشتغل على التيشيرت ده عامله للجيم. تعال نبحث ونشوف مع بعض. خلينا نكتب كلمة جيم ونشوف كده مع بعض. تمام، حاجة زي دي كده. تمام. في حاجات تانية برضو كتير زي ما احنا شايفين، ولكن دي حلوة بالنسبة لي. فممكن ناخد كلمة مود لوحدها، كلمة مود دي نخليها لوحدها وأون برضو معاها، ونشوف جيم دي نحطها فين. خلينا نغير لون الخلفية الأول عشان كل حاجة نعملها تبان معانا. بعد كده هنستخدم الخط باللون الأبيض، فهنستخدم خط إمباكت لأن الخط ده تقريبا هو أقوى خط بالنسبة لنا دلوقتي. خلينا نكتب أول كلمة معانا وهي كلمة مود. ده نكتبها زي ما احنا شايفين كده. بعد ما كتبناها نحاول نثبت المقاس بتاعنا. أيوة كده مظبوط كده، تمام أوي. بما ان المقاس بتاعنا هيكون 3500 في 4500 فبالتالي بحسبة بسيطة كده هيكون السيفتي اريا هتكون 2 سنتي لكل جنب زي ما احنا شايفين كده. من فوق هنسيب 2 سنتي، ومن يمين هنسيب من 2 سنتي برضو، بالشمال نفس الكلام، ومن تحت برضو نفس الكلام. خلينا نظبطهم بس. وزي ما احنا شايفين الكلمة بتاعتنا كانت بره المنطقة، فخلينا نعدلها وندخلها جوه شوية. كده مظبوط كده، حلو أوي. بعد كده نجيب كلمة اون، خلينا نسحبها ونحطها لوحدها خالص. بعدها نحددها.
وناخدها قط خالص وننقلها هناك. نحاول نثبت بقى حجمها على حسب التصميم بتاعنا. كده مظبوط، ايوه كده تمام. وبكده يكون ركبناها على الكلمة بتاعتنا كده مظبوط. خلينا بقى نعمل دايرة تبين ان الزرار مفتوح اون يعني، نستخدمها بلون مختلف. تمام، اللون ده كده مناسب. بعدها نعمل كمان دايرة جواها تبقى باللون الاسود بقى، ونحدد على كلمة اون عشان نغير اللون بتاعها، عشان لو احنا شفناها كده من غير ما نلونها تلاقيها شفافة خالص، ونخليها سودا. بعد كده نحط الكلمات بتاعتنا، نثبت بس الخط الأول ونضيف الكلمات. هنستخدم نفس نوع الخط اللي هو امباكت. نكتب أول جملة معانا، وهي هتكون كلمة تحفيزية كده. خلينا نختار كلمة activity your best mode، دي كلمة مناسبة جدا. خلينا نضيف جمل أو كلمات تانية عشان توصف أكتر، لأن الجملة دي لوحدها مش كفاية. خلينا نخليها بقى كلمات مش جملة. فخلينا نختار ترين، سويت، وريبيت. تمام، دول مناسبين جدا ليها. خلينا بقى نكتب كلمة قصيرة تجيب من الآخر، زي كلمة مفيش أعذار. الكلمة دي تجيب من الآخر. خلينا بقى نرتبهم تحت بعضهم، والترتيب مش هيكون أي حاجة. خلينا نجيب خط جديد ونحاول نسويهم مع حرف الام زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بقى خلينا نميز كلمة واحدة بس منهم كلهم. خلينا نميز الكلمة اللي في النص. تمام، خلينا بقى نغير لونها للون تاني، ومش هنبعد عن التصميم. خلينا نختار اللون اللي احنا عملنا بالزرار. بس كده تقريبا نكون خلصنا التيشيرت بتاعنا. خلينا بقى نعمل سيف. ومن المهم معانا في الطباعة ان احنا نحفظها بصيغة TIFF. وما ننساش نشيل الخلفية بتاعتنا قبل ما نحفظ التصميم. خلينا بقى نعمل دورة التصميم بتاعنا، وهو هتكون نفس المقاس برضو. وبرضو نغير الخلفية للون الغامق بتاعنا عشان نعرف نميز أكتر. وبرضه هنعمل نفس السيفتي اريا اللي عملناه. نكتب بقى الكلمة بتاعتنا اللي هي كلمة جيم. خلينا برضو نختار كلمة تانية، ممكن نختار كلمة يو فيزيت يو، دي كلمة حلوة برضو. خلينا برضو نميز كلمة واحدة زي ما ميزنا هناك. نختار كلمة فيزيت كده، ماشي، دي اللي في النص. نغير لونها خالص. تمام. ونحفظها برضو بنفس الطريقة. كده احنا اتكلمنا عن 4 حاجات، وهما المقاس زي ما احنا قلنا. المقاس هو حجم الورق اللي بيتبع على التصميم بتاعك. وعرفنا ان احنا بنستخدم في المطبوعات المليمتر والسنتيمتر والانش، وقلنا ايه هي اهم المقاسات اللي من المهم تكون عارفها. واتكلمنا عن اللون، قلنا ان احنا ما ينفعش نستخدم اي لون بالحب كده، فمن المهم تبقى عارف ايه هي الالوان اللي لازم تتجنبها وانت شغال على التصميم، وايه هي الالوان اللي يفضل تشتغل بيها. وبرضه اتكلمنا عن الخط، قلنا ان الخط لو استخدمته غلط فما تستناش ان العميل يوافق عليه، وعشان كده عرفتك ايه هي اهم الخطوط المجانية والمدفوعة.
غير كده اتكلمنا عن الريزوليوشن وقلت لك ازاي تطلع تصميم بعد الطباعة بأعلى جودة ممكنة، وغير كده عرفتك ايه هي أهم المواقع المجانية والمدفوعة اللي تجيب منها أدوات الشغل بتاعك.